السر كله بيبدأ من هنا. الجرس ده وراه قصة تقدير وتجربة إنسانية نادرة. هقول لكم سره في آخر الفيديو، بس تعالوا نشوف إزاي بسكوتة قدروا يصمموا روح مش بس كافيه. أول ما هتدخلوا، الارتفاع الشاهق بيخليك تاخد نفسك بالراحة. الدبل هايت هنا مش للفخامة، ده معمول عشان يحسسك بالحرية، مع شبابيك بتدخل ضوء الشمس يطبطب على المكان. المكان بيحتضن براندات مصرية مبدعة، في تناغم غريب بين المعروضات وروح المكان. الشوكولاتة المتغلفة بصورة حقيقية من التسعينات، الكشاكيل مكتوب عليها بالعربي بخط يلمس الروح، والهدوم بتصميمات راقية لايقة على مود المكان. الألبوم اللي بيوثق ملامحنا وزماننا الجميل. الشمع اللي بيضيف ريحة ودفى للمكان، والألوان اللي الكفر بتاعها جلد شيك جدا. والقمة في الإبداع هي لعبة الطاولة. هنا بقى وقف بيا الزمن، قعدت على الكنبة دي وفتحت ألبوم لصور ناس من التسعينات، رجعتني لذكرياتنا الحلوة بلمسة مودرن جدا. الكنبة دي عبقرية في التصميم، مكانها في سنتر المكان بيقسم التجربة لنصين، نص فور شوبينج والنص للأكل، وحوافل متنجدة بالكامل بتخلي ممر الحركة ناعم وآمن. يعني مفيش زوايا حادة ممكن تضايقك وانت ماشي، ده اللي بنسميه Human Centric Design. بصوا على الديسبلاي ستاندز، اختيار اللون الترابي والخطوط المينيماليست الناعمة مريحة للعين جدا، بيخليك تركز على المنتج نفسه من غير تشتيت بصري. حتى الورد مش مجرد ديكور، متصمم له جزء مخصص للمية عشان يفضل فريش لأطول فترة ممكنة. تفصيلة صغيرة بس بتقول قد إيه هم مهتمين بالحياة جوه المكان. خريطة مصر مرسومة على قماش بكل دفى، وموضحين فيها النيل وأشهر فواكه كل منطقة. استخدام القماش في الارتفاع ده بيعالج صدى الصوت وبيدي هوية بصرية قوية جدا. المنيو مكانه ذكي جدا، استغلال للارتفاع وفي وشك أول ما تدخل عشان عينك تجيبه بوضوح من غير ما تضايق الناس. حتى النخلة ليها اسم وتاريخ كأنها فرد من طقم العمل. طريقة عرض الأعشاب والخضار بتحسسك إن في مزرعة راقية، إنهم يكتبوا اسم المزرعة ده قمة الشفافية والربط بالطبيعة. الأوبن كيتشن هنا بيدي الثقة رهيبة. واللقطة الأجمل في الميزان القديم بتاع زمان، ربط عبقري بين الماضي والحاضر. الأكل معروض على خشب طبيعي بيخليك تشم ريحة الطبيعة مع المخبوزات والحلويات اللي شكلها يفتح النفس. بصوا على التناغم، لون الكراسي هو نفس كود لون الستاند بتاع المنتجات بالظبط، والوحدة دي مكملة معانا بره وجوه. حتى الترازو مستخدم في المساحتين عشان يحسسك إن المكان كله حتة واحدة. نرجع للسر، الجرس ده بيضرب كل ما الشيف يطلع وصفة جديدة أو حاجة لسه طالعة فريش من الفرن. الجرس ده هو رسالة تقدير فورية، بيحسس الشيف إن مجهوده اتشاف، وبيحسس الزوار إن هم جزء من اللحظة. تخيلوا لو طبقنا فلسفة الجرس دي في مكاتبنا وشركاتنا، إني أقدر تعب اللي قدامي بلمسة بسيطة. بسكوتة أثبتت إن التصميم لو ملمسش الروح يبقى مجرد حيطان.